فالحنيفية هي الدين القيم، وهي التي أمرنا الله بها نحن المسلمين. اليوم إن شاء الله غادي نتكلم لكم على واحد الموضوع مهم، وهو السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا وأن يطرح: أين الله؟ وأولا وقبل كل شيء، هل هذا السؤال يجوز أن نطرحه أو لا يجوز أن نطرحه؟ لذلك غادي نوقف لكم مع واحد المقطع من عالم من علماء المغرب مع ملك من ملوك المغرب، وفي الدروس الحسنية بالضبط. هذا العالم اللي هو عبد الله قنون، وهذا الملك اللي هو الحسن الثاني، رحمهما الله جميعا ورحم جميع علماء المسلمين. هذا المقطع نخليكم معه ومن بعد الرجع. على أن الجهات بمعنى العلو هي ثابتة لله سبحانه وتعالى في النصوص. الله تعالى يقول: آمنتم من في السماء، فذكر من في السماء، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر الجارية التي سألها أين الله وأشارت بيدها إلى السماء، أقر على ذلك، معناه أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن ننسب إلى جهة العلو إليه. وكذلك حديث: ينزل ربنا سحر كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: ألا مستغفر فأغفر لا، ألا داع فأستجيب لا، ألا كذا ألا كذا، يفيد أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو. وكذلك أيضا من معروف أن السماء هي قبلة الدعاء، فنحن لما ندعو نتوجه إلى السماء وإلى العلو، والمدعو قطعا هو الله سبحانه وتعالى، لأنه في الإسلام لا يصح أن يدعى غيره. بعد ما سمعنا المقطع ديال الشيخ عبد الله قنون هو في الدروس الحسنية مع الملك الراحل الحسن الثاني، كيتكلم لنا على أين الله عز وجل، وعلى الجهة وإثبات الجهة لله عز وجل، وإثبات صفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة العلو. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الأسماء والصفات، وهذه الأسماء والصفات نثبتهم إما بالقرآن وإما بالسنة، إما بالقرآن كما قلت لكم وإما بالسنة. ما عندناش شي طريق آخر نثبت به الأسماء والصفات. الله عز وجل كما في آية الكرسي يقول: وهو العلي العظيم. فمن أسمائه سبحانه وتعالى العلي، وأي اسم نشتق منه صفة بلا عكس. إذن فحينما قلنا أن الله هو العلي فمن صفاته صفة العلو، بل هذه الصفة ثابتة لله عز وجل في كثير من الآيات. ففي 7 مواضع من القرآن صرح ربنا سبحانه وتعالى بأنه عال على خلقه مستو على عرشه، الرحمن على العرش استوى. في 7 مواضع الله يقول أنه مستو على عرشه، الرحمن على العرش استوى. قال الله عز وجل كذلك: لنعلم أنه في السماء سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال كذلك في عيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فالله عز وجل مستو على عرشه، عال بائن من خلقه سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب، إليه تعرج الملائكة والروح، يعني تعرج أي تصعد إلى السماء. وفي الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء 7. هنا هذا كله يبين لنا أين الله. إذن السؤال اللي غادي نطرحه الآن: هل يجوز بعد نطرح هذا السؤال ديال أين الله؟ نقول لكم نعم. في صحيح الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء صحابي ضرب جارية فأراد أن يعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي بها. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن من خلال هذه الآيات وهذا الحديث كنعرف بأن نثبت صفة العلو لله عز وجل كما أراد سبحانه وتعالى، وصفة الاستواء، وأنه سبحانه عال على خلقه، أنه سبحانه عال على خلقه.